واحدة في السكن كانت بتسرق مسحوق الغسيل بتاعي كل يوم، فبدلت العلبة واستنيت أشوف مين هيطلع من البدروم وهو لابس هدوم مدمرة. كنت عايشة في الدور الرابع في سكن بنات، وطبعا مفيش أسانسير خالص. متخيل أنزل 4 أدوار على رجلي عشان أوصل لغرفة الغسيل اللي في البدروم؟ الغرفة كان فيها مكان للتخزين، كل بنت تحط فيه أغراض التنظيف بتاعتها. بقالي سنة كاملة وعمري ما حاجة ضاعت مني أو حد مد إيده على حسابي، لحد ما جه يوم 4 نزلت أغسل واكتشفت إن مسحوق الغسيل بتاعي ناقص. أنا لسه شارياها جديد من 3 أيام بس، ولقيت نصه طاير. في الأول قلت يمكن أنا اللي اتهبلت وبقيت أستهلك كتير وأنا مش حاسة. بس المرة اللي بعدها نزلت لقيت نفس المأساة، الإزازة بتخلص في تانية. لا، ده كده في حد بيستعبط. عملت اللي عليا، جبت ورقة وكتبت عليها بخط كبير: ده بتاعي وبفلوسي، يا ريت كل واحدة تجيب حاجتها بنفسها. نزلت بعد يومين، الورقة زي ما هي، والإزازة كانت جابت آخرها وخصلت تقريبا. أنا هنا بقى عفاريت الدنيا كلها اتنططت في وشي. أنا دافعة دم قلبي، وتيجي واحدة تاخده على الجاهز. نزلت للمشرفة بتاعة السكن وشديت معاها، بس بدون أي فايدة، ومش هقدر أطلع وأنزل كل أسبوع بالأغراض يعني. قلت خلاص. نزلت السوبر ماركت واشتريت إزازتين، مسحوق غسيل وكلور. رجعت الشقة وبدلت بين العلبتين، وقبل ما أنزل الطعم جبت قلم ماركر أسود عريض وكتبت اسمي نورهان عشان محدش يجي يقول لي أصل افتكرتها بتاعتي. نزلت وتركتها في أول الرف في الكابينة بتاعتي، واضحة جدا، ورجعت شقتي وقعدت أستنى. تاني يوم الصبح على الساعة 7 الصبح سمعت الطرب الأصيل، كان صريخ جاي من البدروم تحت. تخيل أنا في الدور الرابع والصوت كان واصل لعندي. قعدت حوالي 20 دقيقة وما اتحركتش عشان ما انزلش بسرعة وأبان مشتبه فيا. لما نزلت أخيراً أستكشف الوضع لقيت الغرفة فاضية، بس الزبالة كان محشور فيها هدوم مبلولة للآخر. ويا لهوي على المنظر، الهدوم كلها كلور مطير الألوان. بنطلون جينز أسود بقى كله بقع بيضة، وهودي كان زيتي، وبنطلون غالي مقلم أبيض في أبيض من الكلور. ابتسمت وحطيت الهدوم تاني في الزبالة وخدت أدوات الجريمة على شقتي، وأظن الرسالة وصلت وزي الفل. عاد 4 أيام وكنت نازلة المحاضرة ولقيت شروق، واحدة من البنات الجداد، طالعة تجري وداخلة عربية قديمة كده. كانت لابسة تيشيرت أزرق، بس مش أي أزرق، تحسه كان أخضر وبقع. أول ما لقيتني ببتسم وببص عليها راحت مستخبية جوه العربية وطارت. أنا طول الطريق مش قادرة أوقف ضحك، ومن اليوم ده محدش قرب من حاجتي. أصل هيروحوا يشتكوا للمشرفة يقولوا إيه؟ إحنا سرقنا من نورهان فهدومنا باظت؟ كان هيبقى اعتراف صريح بالسرقة. فبلعوا الجزمة وسكتوا بهدومهم اللي باظت. بقيت أشوف شروق توطي رأسها وما تجيش في عيني أبدا. والجميل بقى إني بقيت أشوفهم نازلين البدروم وشايلين في إيدهم مسحوق أرخص نوع من المحل اللي جنبنا. أهو لو كانوا اشتروه من الأول كان وفر عليهم التيشيرتات والجينزات اللي راحت. والكابينة بتاعتي فضلت متأمنة وزي الفل لحد ما اتخرجت.